هو القصيدة اللي غادي نهديوها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والأسرة العلوية الشريفة وإلى كل المغاربة الأحرار. القصيدة هي بعنوان زينة الرمال. مغاربة ومن جد الجد معروفين رجال، أهل الخصلات والنسب وأهل النعرة، من عهد العهد وحنا كيل جبال، قومنا رياح هبت بكثرة، سجلنا للتاريخ بطولات شحال، يا جاهل نعود للكتب اقرا. سجلنا للتاريخ بطولات شحال، يا جاهل نعود للكتب اقرا. هذا الوطن قديم حكموه الأبطال بالبيعة والشرع كانوا له سترة. مولاي الشريف علي كان الفال، مولاي علي الشريف لنا كان الفال، دولة العلويين أسسها بكرة. مولاي إسماعيل يضرب المثال كيف حكم 40 5 والعشرة. ماشي عاد اليوم تهزمنا الأقوال، واسمعني يا جار وصغال الهضرة. مولاي إسماعيل يضرب المثال كيف حكم 40 5 والعشرة. ماشي عاد اليوم تهزمنا الأقوال، واسمعني يا جار وصغال الهضرة. نهدي لك دليل ما يقبل تأوال، ذكره التاريخ في كذا مرة. ماشي عاد اليوم تهزمنا الأقوال، واسمعني يا جار وصغال الهضرة. نهدي لك دليل ما يقبل تأوال، ذكره التاريخ في كذا مرة. عهد بن هشام وشم بالأفضال، راعى حق الجار ساند الثورة. على نهجه سار سيد النضال محمد الخامس يا ضي القمرة. ضد أعداء الله اركب المحال، في ثورة نوفمبر كان لكم نصرة. خلفه الحسان مزينه بفصال، عنده فصل القول كالشهد الحرة. خلفه الحسان مزينه بفصال، عنده فصل القول كالشهد الحرة. عبقري فنان وبدعها بكمال، معجزة الزمان مسيرة خضراء. بكتاب الله مولانا تعال، حرر أرض الجود من يد الكفراء. وفات الموهوب كانت كالزلزال، وفات الحسان كانت كالزلزال. حملة الودان بدموع الحسرة، ما يتسمى مات من خلف الجبال. ذاك عزانا فيه بردة الجمرة، ورث البلاد كنز بلا أقفال. محمد بالحسان معجزة أخرى، ورث البلاد كنز بلا أقفال. محمد السادس معجزة أخرى، ملك الجميع للنهضة عوال، جدد المغرب في التل وصحراء. ملك الجميع للنهضة عوال، حدث المغرب في التل وصحراء. تغيير الدستور مطمح الأجيال، لجميع العرب يبقى مفخرة. الرأي المفتول والحل فعال، مقترح الشجيع جاب لنا نصرة. الحكم الذاتي مؤيد بالدوال، الحكم الذاتي مؤيد بالدوال، والحل المعقول لربوع الصحراء. هذيك اللي أرضنا زينة الرمال، محفوظة في قلوبنا ذرة ذرة. اللي قال انهم ها قبضوا الهبال، اللي قال انهم ها قبضوا الهبال، كلي وسط بحور لحنا جمرة. يلقانا أسود ما نخشى قتال، بالحكمة والصبر فتتنا الصخرة، بالحكمة والصبر فتتنا الصخرة. فضلنا السلام في كل الأحوال، وغصن الزيتون في دينا شجرة. شوف الحالك يا الغالط رد البال، شوف الحالك يا الغالط رد البال. في العروبة والدم خالفت السيرة، مخيمات العار والهون والذلال، أرض الشهداء منها تتبرى. مخيمات العار والهون والذلال، أرضك هي تندوف منها تتبرى. شياب وشبان في ديهم أغلال، محسوبين فروع طاحوا من الشجرة. واللي طارت من أصلها حتما تذبال، لو تسقيها كل ثانية مرة. عدد العايدين يكفيك السؤال، يا من ما زال في قلبك حيرة. هذوك اللي بكاو بالدمع السيال، لبوا النداء هربوا من القهرة. عادوا للوطن وحيوا الأوصال، من بعد التكسار راهم في جبرة. إن الوطن غفور رحيم. عادوا للوطن وحيوا الأوصال، من بعد التكسار راهم في جبرة. وباقيين خوتنا ثم ما زال في حكم الجحيم نيران حمراء. يرجوا الفراج وصبرهم كيطال، ندموا حين مشاو راحوا بالغرة. مع الأقوال الكاذبة من غير فعال، ما تهت الظلام والعيشة مرة. مع دعاة الشر صحبة الانفصال، ما تتعداش افكارهم ثقب اليبرى. دخلوا في صراع واسمهم كحال، وانكشفت أوراقهم مزورة. دخلوا في صراع واسمهم كحال، وانكشفت أسرارهم كذا مرة. ماشي عاد اليوم تهزمنا الأقوال، واسمعني يا جار وصغال الهضرة. نهدي لك دليل ما يقبل تأوال، ذكرها التاريخ في كذا مرة. وإذا تكون عن اسمي سوال،
عبد الحميد أسمية حضرة، مغربي أصيل من شرق الأبطال، من الإله اليوم نطلب النصرة، والصلاة على النبي كامل الخصال محمد لامين يا أبو الزهراء، والصلاة على النبي كامل الخصال محمد لامين يا أبو الزهراء. وشكرا، تحية للجميع. سي ابراهيم تبارك الله عليك عبد الحميد. سي حابب انك تكلمنا تعرف الناس الشعر البدوي، شنو هو الشعر البدوي والتاريخ ديالو؟ الشعر البدوي هو واحد الصدى كبير في المغرب ولا مازال باقي ما سلطناش عليه الاضواء؟ الشعر البدوي داخل المنطقة الشرقية هو شعر يراهن على جميع القضايا. كالوطنية مثلا، هذه القصيدة الوطنية هي من القضايا الكبرى، قضية وحدتنا الترابية هي من القضايا الكبرى، راهن على قضايا عالمية، راهن على قضايا اجتماعية. ملي كنلقاو الشاعر البدوي حاضر في كل مكان، يعني حاضر في كل مناسبة، يعني هذا يحيلنا على أنه شريك في التنمية، يعني أنه عنصر مهم داخل المنظومة الثقافية الشعبية داخل المملكة المغربية. القصيدة البدوية عبد ربه ملقب بسندباد القصيدة البدوية، كان لي شرف تمثيل القصيدة البدوية في مهرجانات محلية ووطنية وحتى دولية. الوطنية مثلا مهرجان بن سليمان للزجل في دورته المتعددة، وهو مهرجان يضم يضم زجالين من مختلف أنحاء المملكة المغربية الشريفة. شاركت، هذا عبد ربه عبد الحميد إبراهيم، شاركت في ملتقى الفنون بدولة إسبانيا بمنطقة الأندلس، وشاركت بقصيدة بدوية على أنغام القصبة. شاركنا في عدة مدن مغربية، منها فاس، منها مكناس، منها الرباط، منها مراكش، ورزازات. تقريبا حاضرة القصيدة البدوية مؤخرا في كل المدن المغربية، حاضرة في كل المهرجانات، في كل المناسبات، عالجت جميع القضايا، عالجت قضايا متعددة. هذه القصيدة البدوية، وكذلك اللي كيزيدنا فخر أن هذه القصيدة البدوية كانت موضوع أطروحات جامعية لدكاترة أجلاء كبار نجلهم ونحترمهم، وكذلك كانت موضوع أبحاث طلابية. هذه القصيدة لما لها من خصائص تميزها، وما لها من حضور قوي، لا وجدانيا ولا اجتماعيا ولا اقتصاديا ولا ثقافيا وإلى غير ذلك. نتمنى إن شاء الله تزيد الالتفات لهذا الفن هذا عن طريق المهرجانات. كنا سطرنا واحد المهرجان ان شاء الله لما يرفع علينا الله هذا الوباء، ونطلبوا ان شاء الله بهذه المناسبه يرفع علينا الله هذا الوباء هذا. كنا سطرنا واحد البرنامج اللي هو الملتقى المغاربي كون وجد بوابه المغرب العربي، المهرجان او الملتقى المغاربي لفن القول، ويتناول هذا النوع من القصيده البدويه. وكنا سطرناه ان شاء الله عن طريق هذه المهرجانات، تزيد تبرز هذه القصيدة البدوية وتزيد تبين الدور المنوط بها. سيد حميد تبارك الله عليك، بغيناك تهضرنا شوية على بحيث انت تبارك الله عندك مع الشعر البدوي، وكذلك كنعرفوك واحد الانسان اللي فنان اللي عندك مع التراث ديال نقدروا نقولوا حنايا التراث البدوي اللي هو الرقاده، معروف بالرقاده عند الناس، ولكن هو اللي مجموعه ديال الرقصات ومجموعه ديال القبائل اللي كل وحده كتميز باللون ديالها وباللباس ديالها وبالرقصات ديالها. فعلا انا كرئيس فرقه البراهمه لفن الرقاده، البراهمه الاصليه لفن الرقاده بالمنطقه الشرقيه، هذه الفرقه كما شرت في بزاف تاع المناسبات هي فرقه تلقب داخل الاوساط الثقافيه والمهتمين هنا بالمنطقه الشرق الفرقه القبيله، يعني توارثنا ذاك الشيء ابا عن جد، والحمد لله. هذه الرقصه هذه، وهي الحاجه اللي نركزوا عليها هي ان هذه رقصه الرقاده هي تسميه الكل بالجزء، يعني هذه الرقاده غير سميه نتاع واحد مجموعه نتاع الرقصات، ماشي غير رقصه الرقاده. رقصه الرقاده راها غير رقصه وحيده. هي رقصه الرقاده رقصه نسويه اللي ما كيقولوا، ولا هي الى بغينا نعودوا للجذور اللي رجعت فيها هذا الرقصه هذه، كانت لا مشاركة للمرأة في رقصة الرقادة إلا من خلال المشاهدة أو الزغاريت. تلك الزغاريت هي كانت بمثابة حقنة منشط لذلك الراقص، تأتي من طرف النسوة، تشجيع. وهذا يحيلنا حتى على مدلولها الحربي، لأنها رقصة حربية.
يعني النساء كانت تشارك في الحرب وتحميس المجاهدين ولا المقاتلين. هذه الرقصة مثلا عندما نشاهد رقصة الرقادة اللي هي مجموعة من الباردية يحملون في أيديهم آلة المكحلة وكأنهم زحف من المقاتلين ينتهي غالبا بطلقتين من البارود، كأنه زحف من المقاتلين غالبا كينتهي بواحد الطلقة تاع البارود، وهذا يحيلنا على زمن الانتصارات وزمن النضال في هذا الوطن الحبيب. لذلك دائما كنركزوا على أن هذه الرقصة هي ليست رقصة من أجل الرقص فقط، وإنما رقصة التاريخ. هذه رقصة الأمجاد، رقصة ربط الماضي بالحاضر، يعني رقصة الهوية. لذلك دائما أنا من هذا المنبر كنوجه النداء ديالي للمسؤولين الثقافيين ولا المسؤولين، المهم اي مسؤول داخل المنطقه الشرقيه، الاهتمام بهذا الفن والرقاده. الا بغينا نوليو ثاني للرقاده لانه اصبحت الرقاده كرقصه ديال الشيوخ او البارديه اللي كانت فيها ثلاثه تاع الاطراف، الراقصين والمنسق بيناتهم والفرقه العازفه. كنلقاو الرقاده عند العرفه اللي هي رقصه غنائيه يعني مصاحبه للنغم زائد الرقص، وكنلقاو الرقاده كغناء شبابي، يعني بزاف تاع الشباب تبارك الله داخل المنطقه الشرقيه ومعروفين بلا ما نذكر الاسماء ديالهم لانهم بزاف ولهم كلهم لهم جوده خاصه يغنيوا هذا الفن تاع الرقاده. وصلت على الرقاده مؤخرا انها تتحدى حدود الوطن وتدرس. مثلا انا لاحظت رقصه يأديوها سويديات داخل مهرجان في السويد، رقصات داخل رقصه تاع الرقاده في الهند، رقصه ديال الرقاده في الهند اللي كانت قامت بها واحده الفنانه كانت مشهوره يعني فاتت في التلفزيون الهندي رقصه الرقاده. وبزاف يعني الرقصه تاع الرقاده حققت العالميه. بالنسبه للقضيه حنا كنا كنسمعوا مهرجان الرقاده، مهرجان المنقوشي، عمرنا ما سمعنا مهرجان النهاري او مهرجان العلاوي. علاش؟ هو في الحقيقه كانوا مهرجان الرقاده ومهرجان العلاوي ومهرجان النهاري. المهرجان النهاري كان دار في جراده، هذه في غضون واحد 10 سنوات الا ما خانتنيش الذاكره، ولكنها تسميات محتشمه. علاش؟ لان تسميه الرقاده نابت كما قلنا على جميع الرقصات، رغم انهم يمارسوا هذيك الرقصه. مثلا انا شحال مره كنكونوا داخل الفرقه كنمارسوا رقصه النهاري ونسمعوا الجمهور ينادي باللي هادو اصحاب الرقاده او لا راهم يمارسوا رقصه الرقاده. يعني مشات هذيك مشات هذيك خصوصا الايقاع، خصوصا يلاحظوا الايقاع اللي يعتمد على نفس هو ماشي نفس العبار. الا بغينا ندقوا اخي الكريم هو لا، هي في الحساب، هي كل شيء. هذه الرقصات كي عندهم قاسم مشترك اللي هو عمل الحساب. شنو هو الحساب؟ هو ذيك العمليه التقنيه التي تتخلل فترات صنع اللوحه. يعني كيكون الراقص يؤدي ومره داخل هذيك اللوحه كيدير واحد الحساب اللي في الحقيقه خصو يكون متناسق. بحال رقصه الرقاده مثلا ما فيهاش جره، رقصه النهاري فيها جره. انا كنت درت واحد الاجتهاد مع واحد الناس ديال الموسيقى اكاديميين، وحاولت انني نقسم الحساب الى حساب مركب، حساب بسيط وحساب مركب. الحساب البسيط اللي يبدا من البونت كما نقولوا من البونت، وربما هذه التسميه اتت من عن طريق الاسبان، ربما لان كيقول لك كاين واحد الاشتراك ما بين الفلامينكو في الحركه ديالو والخفه ديالو وما بين هذه الرقصه ديال النهاري والعلاوي. ومن لاحظوا انه البونت هو واحد الحساب اللي هو ضروري ما يخطينيه حتى رقصه هذا البونت، وهو ملي تحيلوا ربما التحول ديال هذا الاسم هذا ولا هذا المصطلح بونتو. يعني بونتو هو نقطه واحده ولا نقطه واحده، وهو فعلا حتى على آلة البندير هو ضربه واحده مركزه على آلة البندير اللي هو اطار من الخشب يحيطه جلد الماعز، زوج باد يعني زوج ضربات زوج نقاط، وهو كذلك. يعني هذا تفسير بسيط نطلبوا من الناس المهتمين بالموسيقى والتقطيع الموسيقي والمهتمين بالموسيقى الأكاديمية يلتفتوا لهذه القضية. وحنا راه الإشارة علاش ما يكونش شي تدوين كاع ويكون تدوين. احنا سي حبيب انا كانت الدرايه ديالي انا بالفن البركه ديالي، لاحظنا بانه كي كتجي واحد كيقول لك الحساب دير لي الحساب كيبقى دير جرة دير البانت دير عيشه دير طريق ال20 دير طريق 15 ولا طريق 21 ولا 15 وكاين 21 كان طريق صغير على 3 على 4 صغيره. وهذه
هذا الحساب المركب يعني حساب بسيط وكيتركب. دابا ولكن حنايا بين انه حنا كنعرفوا كل رقصه عندها الحساب ديالها سبيسيال كما قلت لي انت، مثلا الرقاده ما فيهاش الجره. نعم. وحنا كي كيقولوا الناس دايرين الحساب تاع الرقاده كيقول دير الجره، يعني كاين واحد الخوف. فوالا، لانه من دير الجره في الايقاع اللي يكون غادي رقاده كي كدير الجره كتهرس الريتم، يعني كتخدش حتى الاذن الموسيقيه للمتلقي. يعني الحنكه خاصها تكون في واحد الايقاع اللي خفيف اللي واتيها، يعني هنايا كتبان الحنكه نتاع الراقص وذاك القائد. يعني ذاك القائد هنا كتبان الحنكه ديالو في انه مسير فعلي وحقيقي لديك الفرقه. من يعرف التوظيف، تكون عنده الاتقان في توظيف عمليه الحساب داخل الرقصه. وهذا هو اللي نشيروا له. لذلك ما نبغيوش حنايا هذا الفن هذا لانه عريق ومؤصل، ما نبغيوش المتطفلين من هذا المنبر ديالكم الحر، يعني المتطفلين. دير واحد المدرسه ديال الرقص. الفكره وارده والفكره ناقشناها بزاف، ولكن الامكانيات الماديه تبقى العائق الوحيد دون تحقيق هذه القضيه هذه. لان ما العازفين عندنا ماهرين تبارك الله، عندنا الناس اللي يفهموا في هذا الشيء. ماشي غير تعلم الرقص ولا العازفين، بحال انت تبارك الله عليك عطيتنا داك الشيء اكاديمي، يعني تاريخيا يعني ما كرهناش حنا تكون واحد المدرسه نتاع الرقص ديال الفولكلور، وليدات الصغار البنات الكبار كاينين فعلا واحد الجهه ويقراو هذاك الشيء براتيك وتيوري. في لا تيوري يعرفوا التاريخ، يعرفوا كما كنقولوا حنايا بلي هاد الجره ما تجيش في الرقاده، يكونش هذاك الشيء عشوائي اللي حنا لاحظنا. واخا حنا ابناء المنطقه وعندنا داك الشيء يجري في الدم، ولكن رغم ذلك باقيين كندير داك الشيء عشوائي. يا اخي الكريم، حنايا ماذا بنا من هذا المنبر ديالك هذه الفكره هذه تحقق، وحنا مستعدين اننا نشاركوا فيها بكل ما نملكوا، لا من النظري ولا من التطبيقي، لا من لان حتى المنطقه تبارك الله شاسعه، راها خصها مدارس. يعني الا بغينا نوليو الحدود الثقافيه تاع هذه الرقصه راه كتبدا من السعيديه حتى تفوت على جبال بني يزناسن حتى تحد مع الشمال، وكتبدا عاود من هذه الجهه اللي حتى البوعنان تقريبا بوعنان، وهي من وجده الى مشارف مدينه تازه. يعني منطقه شاسعه وكلها كاع يجري في الدم ديالها كما اشرت لذلك اخي الكريم. زيد الهيت كلهم داخلين، الهيت حتى هو نوع من الحاجيه، يعني يمتاز بالخفاء والمثلث. تحيه لذوك المناطق لانهم يتقنوه اتقان تام من القرسيف ومن جهه عاود ديال هما مبنيين به. هو شوف هذه قضيه البليه هذه، ويقول لك لا توصي وارده حتى في المثل الشعبي المغربي، لا توصي عريف على هز الكتاف، ولا العريف ما ينسى هز الكتاف. يعني ما ينسى هز الكتاف هذه هي مثل غريبي كيتوظف في المسائل الاخرى، ولكن فعلا انه كيجري في الدم، يعني يختلط فيه ما هو روحي وما هو وجداني بما هو رياضي. حتى ملي كنرقصوا واحد الرقصه فيها 15 دقيقه ونرقصوها بواحد الاقبال وواحد الادبار وواحد الحركه وواحد الحساب وواحد النشاط، يعني كنكونوا مارسنا واحد الرياضه. يعني ماذا بينا كون درنا لوليداتنا مدارس انهم يتعلموا هذا التاريخ ديالهم وهذا الفن ديالهم اللي هو فن، يعني يترقصوا امام العائله، ترقصوا امام اي يعني مشرف، انها رقصه حربيه ذات همه ذات نخوه ذات. ماذا بينا تكون مدارس، ونتمنى اخويا العزيز انه من خلال هذا المباشر وهذا يكونوا ناس صغيره كبدايه، وربما نلقاو حتى ما نعولوش حنايا غير على الجهات الرسميه. ماذا بينا يكونوا حتى المحبين الخواص، لان العالم كله اليوم متجه للخواص، يكونوا خواص يتبناو هذه المدارس، وحنا نهار الاشاره ومرحبا بالجميع. شكرا للسيد. اخر كلمه تبغي تقولها للجمهور ديالنا ديال شوف تيفي وشوف تيفي؟ اخر كلمه اللي بعدنا نبغي نوجه لهم الشكر شوف تيفي، ونتمنى لهم التوفيق في المسيره ديالهم، والجمهور الحبيب والعزيز وجمهور الرقاده وجمهور القصيده البدويه. نقول لكم بفضلكم احنا موجودين، ساندونا وقفوا معنا، تشجيعاتكم احنا مستمرين، وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف.